ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه وجايبه لكم قصه جديده، يا رب تعجبكم. بس قبل ما نبدا القصه يلا بينا كلنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونكتب الصلاه على النبي في التعليقات. وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير، واللي انتم بتشتركوا في القناه عشان تشجعونا اللي احنا نستمر. وقبل ما ابدا حكايتي اعرفكم بنفسي. انا ساره، عندي 15 سنه، عندي اعاقه في رجلي. الإعاقة دي حصلت لما كنت راكبة مع بابا العربية وراحت مقلوبة بينا، وبسبب كده حصل اللي حصل فيا، وكان لازم أخد جلسات علاج طبيعي. وفي مرة صحيت على صوت ماما وهي بتقول: قومي يا أختي تنيلي، وانت هتفضلي نايمالي كده ولا إيه؟ أنا مش فاهمة انت عايشالي ليه لحد دلوقتي؟ ما كنت غلطي مع أبوكي في 60 داهية. أنا في الآخر اللي لبست فيكي وشايلة قرفك وهمك. وفي الوقت ده أنا قمت وقلت لها: حرام عليكي يا ماما، وأنا كان ذنبي إيه في اللي حصل يعني؟ ده نصيبي، مش معقولة كل يوم والتاني تصحيني بالشكل ده، حرام عليكي. الأم بسخرية: هو ده اللي باخده منك وخلاص يا أختي، تعالي تنيلي لما لبسك عشان نروح المركز لما أشوف آخرتها معاكي، وعلى الله الفلوس اللي كل يوم والتاني تيجي في فايدة وتمشي على رجلك يا أختي بلا نيلة. وفي الوقت ده جرس الباب بيرن: خليكي هنا يا اختي لما اشوف مين اللي بيخبط، اصلا انا ناقصاه كمان. وبتروح عشان تفتح بتلاقي جدتي ام بابا. قال: يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. خير يا حماتي، طالعه تعملي ايه؟ هي مش قصه كل يوم والتاني عماله تنطيلي فوق وطالعالي. وفي ايه يا بنتي؟ انا مش فاهمه انتي بتتكلمي معايا كده ليه؟ ده انتي من ساعه ما اتجوزتي سعيد ابني وانا معتبراكي بنتي، ليه المعامله دي بس؟ بقولك ايه، أنا مش فاضية للرغي بتاعك ده، وابنك اللي بتتكلمي عليه يا حبيبتي قابل وجه كريم وما بقاش موجود في الدنيا. ياريت تنسيني بقى عشان أنا مش عاوزة وجع دماغ. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ وانتي ناسية ان في بينا بنت؟ امال سارة بتعمل ايه؟ انتي ناسية انها حفيدتي ولا ايه؟ لا يا حبيبتي مش ناسية، بس دي بنتي وانا حرة فيها، وانا اللي قرر تشوف مين وما تشوفش مين. سمعتي ولا لأ؟ ويلا بقى شوفي انت رايحة فين، ما هي مش ناقصة قرف على الصبح. وبتروح قافلة الباب في وشها. في الوقت ده بخرج من الأوضة على الكرسي المتحرك بتاعي. ليه كده يا ماما؟ ليه خليتي تيتا تمشي؟ انت عارفة أنا بحبها قد إيه؟ سيبيني على الأقل أروح أقعد عندها يومين وهريحك مني شوية. سماح بحدة: حبك برص و10 خرسي يا بت. بقولك إيه، انت تنسي عيلة أبوكي دي خالص، وعلى الله اسمعك تجيبي سيرتهم يا بت انتي. يلا غوري نجري، ادخلي جوه لحد ما اعمل مكالمه واجيلك. واول ما بدخل بتروح ماسكه الفون وبترن على حد. علاء. معقوله سماح بترن عليا من غير ما رن؟ دي امي دعيالي ولا ايه؟ ده انا مش مصدق نفسي. طب ايه رايك بقى لا خليك تجيلي النهارده، بس بشرط عاوزه مراتك تروح لامها. انا عاوزه امها ما تعرفش ملامحها من كتر الضرب اللي هتديهولها على بوزها. قلت ايه؟ غالي والطلب رخيص يا قمر. حاضر يا روح الروح، هعملك اللي انت عاوزاه، هشلفطهالك، ما تشغليش بالك انتي، ومسافة الطريق هكون عندك. اصبر على رزقك بس. انا هاخد المخفية سارة وهروح بيها للدكتور بتاعها. تعرف انها لما بتيجي بتبقى تعبانة وما بتقدرش تفتح عينيها، ولما ارجع بقى هكلمك وخليك تجيلي على طول، بس اعمل اللي قلتلك عليه. ما تقلقيش، انا اصلا مش طايقه ابص في خلقتها، ونفسي تسمعي كلامي بقى واتجوزك، ساعتها هعملك كل اللي انت عاوزاه. انا مش فاهم انت مش موافقه ليه؟ ما هو اللي كان واقف بينا خلاص راح. لا يا حبيبي، انا احب كده ابقى زي الطير، ما بحبش اتحبس. ده انا لما صدقت ان المدهول جوزي على عينه راح عاوزني اخش القفص تاني. ده انا لما صدقت. خلينا كده يا علاء، وياريت تبطل زن. انا ما بحبش اللي بيزن كتير، لانك عارف كويس انا ممكن اعمل ايه. واول ما بتخلص كلامها بتقفل الخط. كله يهون يا سماح، اهم حاجه افضل في حضنك. ده انا لما صدقت ان جوزي غار في داهيه وانا اللي كنت السبب في ده. وبدأ يفتكر اللي حصل زمان في الاشباك لما كان عند سماح: ما تطلقي من اللي اسمه سعيد ده وانا اطلق اخته العقربه ونتجوز، بدل ما احنا عايشين مع بعض كده، بدل ما انت متجوزه واحد قد ابوكي ورجله والقبر.
لا طبعا، إيه اللي بتقوله ده؟ انت ناسي ان سعيد عنده شيء وشويات، وانت حتة موظف لا رحت ولا جيت. لو اتطلقت منه بقى اعمل ايه؟ عايز نقعد جنبك اكل عيش حاف ولا ايه؟ لا طبعا، مفيش الكلام ده. ويا ريت تقفل على السيرة دي عشان ما ازعلش منك واخليها اخر يوم تجيلي فيه هنا. خلاص خلاص، ما تزعليش يا حبيبتي، انا كل الحكاية مش عاوزك تبقي بعيدة عني، وعاوزك على طول معايا. وطالما الموضوع هيزعلك انا هقفله، بلاش منه خالص. انا كل اللي خاف عليه زعلك انت يا جميل. طب يلا بقى خلص وانجز قبل ما سعيد يجي وتحصل مشكلة. حاضر يا روح الروح. وبيروح لابس، واول ما بينزل بيلاقي سعيد في وشه. ايه ده علاء، انت هنا بتعمل ايه؟ غريبة اللي انت جاي من غير ما تقول. وفين علا مراتك؟ علاء بتوتر. اصل انا كنت معدي، قلت اجي اقعد معاك، بس اول ما جيت ما لقيتكش فرحت نازل. انا همشي بقى. معقولة الكلام ده يا راجل؟ انت لازم تطلع معايا، وكويس انك قابلتني قبل ما تمشي. معلش بقى سعيد، خليها مرة تانية عشان علا رنت عليا وعاوزاني، ولو كده خليها مرة تانية، الايام الجاية كتير. ماشي يا حبيبي، يبقى سلملي على علا. اوصل يا ابو نسب. وبيروح سايبه وبينزل، واول ما بينزل بيلاقي العربية بتاعت سعيد مركونة. بيروح باصص يمين وشمال، واول ما يحس ان مفيش حد واقف بيروح بسرعة قاطع الفرامل وبيمشي بسرعة. واول ما سعيد بيوصل بيقول: فين سارة يا سماح؟ انا اول مرة ارجع ملاقيهاش يعني. اخيرا شرفت، مفيش مرة تفرحني وتقول انك بايت في الشغل. هو في يا سماح؟ مالك بتتكلمي بالشكل ده ليه؟ وانت عايشة معايا غصب عنك ولا ايه؟ الستات بتفرح لما تلاقي جوزها داخل عليها، بالذات اللي انا بعاملك كويس وشايلك فوق راسي. وكم مرة اقولك لو عايزة تطلقي اتطلقي، بس سيبي بنتي قبل ما تمشي، وانت اللي كنت بترفضي. بقولك ايه، انا مش ناقصة وش لما ادخل اجهز لك الاكل، اصل انا عارفة لو سبتلك وداني مش هخلص منك. وفي الوقت ده فتحت الباب بالمفتاح بتاعي ودخلت. اخيرا شرفتي يا سي بابا، وفين الموبايل اللي قلتلك عليه انك تجيبهولي؟ يا خبر، انا نسيته والله. اكل بس وانزل اجيبهولك على طول يا حبيبتي. يا ستي هاخدك معايا عشان تختاري بنفسك. قلت ايه؟ هو انت لسه هتاكل كده؟ المحلات هتقفل، خليها لما تيجي بقى. خلاص يا ستي، ويا سماح كنسلي على الاكل دلوقتي لحد ما نيجي انا وسارة. وبيروح واخدني وبينزل. وبعد ما بنركب العربية بشوية بابا بيحس ان مفيش فرامل، وبسبب كده العربية بتتقلب بينا وبابا بيتوفى، وانا بفضل عايشة بس مشلولة. وبعد العزا بيجي المحامي اللي بيقول ان بابا كتب ليا كل حاجة باسمي، عشان كده ماما رافضة ان حد ياخدني غيرها. رجوع بيفوق من تفكيره على صوت علا: علاء حبيبي، بكلمك بقالي ساعة، انا عمالة اقولك اجيب لك الغدا ولا شوية، انت كويس؟ وانت مال اهلك كويس ولا منيل؟ امشي يا بنت من خلقتي، بدل ما تعرفيش انا ممكن اعمل فيك ايه، ده انا ممكن اخلي وشك مكان قفاكي. في الوقت ده بتيجي ام علاء وبتقول بحدة: هي البت دي عملت لك ايه خليتك تزعق كده يا عين امك؟ انا مش فاهمة، وانت مخليها على ذمتك كده ليه؟ دي واحدة ارض بور وما بتخلفش. لو سمحتي يا حماتي بلاش كلامك ده، المشكلة اللي بيني وبين علاء توصلش انك تطلعي تقولي الكلام ده، وانت عارفة كويس ان العيب منه مش مني انا، فليه بقى كل شوية تقولي الكلام ده؟ يعني انا مش برضه اقول كلام يجرح حد تقوم انت لا قايلالي؟ قطع لسانك يا حبيبتي، ده انا ابني سيد الرجالة، ولو اتجوز واحدة من الصبح يجيب بدل العيل 10. سامع يا سيد الرجالة مراتك بتقول ايه؟ ما ليها حق تتكلم وتعمل ما بدلها، طالما راجل البيت سمع وما بيتكلمش وبيقول حاجة. في الوقت ده بيروح علاء مقرب منها وبيفضل يديها باليمين والشمال، والحما بتقول: أيوة كده يا واد، عشان تحرم تقول الكلام ده تاني اديها في جنابها كمان. ولا بصريخ: حرام عليكم، وانا كنت عملت ايه عشان تعملوا فيا كده؟ حرمت عليك يا عيشتك يا بتنتي. وانت يا علاء ارمي عليها اليمين دلوقتي، البت دي جابت اخرها معايا وما بقتش عاوزاها، ارميها رمية الكلاب، وانا من بكرة اجوزك ستها. عندك حق ياما، انا اصلا ما بقتش عاوزها وكفاية عليها قوي لحد كده معايا،
وبيروح رامي عليها اليمين. وأول ما علا بتسمع كده بتروح واخدة بعضها وبتمشي. وفي الوقت ده عندي كانت ماما جهزتني ورحنا المركز اللي بعمل فيه العلاج الطبيعي، والسكرتيرة قالت: كويس إنك جيتي يا سارة، بقالي فترة بحاول أتواصل معاكي، وقالك الدكتور عماد ساب المركز وجابوا واحد مكانه. سماح بحدة: إيه الكلام ده؟ إزاي ساب المركز؟ مش المفروض كان يقول لنا عشان نتفق معاه؟ اهدي لو سمحتي، الكلام مش كده، ودكتور يوسف دكتور كويس قوي، وإن شاء الله سارة هترتاح معاه. وفجأة أوضة الكشف اتفتحت وبيقرب الدكتور يوسف: في يا سعاد؟ إيه الصوت ده؟ أنا مش عارف أشتغل. أنا آسفة يا دكتور، بس ماما سارة زعلانة عشان الدكتور عماد مشى، شكلها كده مش هتخلي سارة تكمل معانا. في الوقت ده كانت ماما عمالة تبص ليوسف قوي، ولقيتها بتقول: سماح بإعجاب: لا، أنا غيرت رأيي وسارة هتكمل معاكم في المركز. أنا آسفة لو أزعجتك يا دكتور. تمام، ممكن تستنوا لحد ما أدخل أكمل شغلي، ولما يجي دوركم تدخلوا. وبيروح سايبنا وبيدخل، وبعد شوية بيجي دورنا وبندخل. وماما طول الجلسة كانت عمالة تتكلم معاه، وكل شوية كانت عمالة تسأله أسئلة شكل. وفي البيت عند تيتا بتيجي عمتي علا وهي عمالة تعيط: مالك يا علا؟ اللي حصل يا بنتي؟ ومال وشك عامل كده ليه؟ علاء طلقني يا ماما. معقولة هنت عليه؟ كل السنين دي هانت عليه؟ ده أنا مستحملاه هو وأمه، وحرمة نفسي من كلمة ماما، وشاربة المر من كعاني، في الآخر يطلقني ويرميني كده. الأم بحدة: يا ما قلتلك اللي اسمه علاء ده ما يشبهناش ولا احنا شبهه، وانتي كل اللي على لسانك بحبه يا ماما، بحبه يا ماما. اشربي يا روح أمك. بالله عليك يا ماما بلاش كلامك ده، أنا اللي فيا مكفيني ومش ناقصة. بتروح مخلصة كلامها وبتدخل على جوه وهي عمالة تعيط. وبعد شوية بخلص الجلسة، وأول ما الجلسة بتخلص لقيت ماما بتقول: شكرا يا دكتور، تعبتك معانا، بس أنا عاوزة رقم التليفون بتاعك، يعني عشان لو سارة تعبت ولا حاجة أكلمك، أو المركز لو خلاك تمشي من هنا نعرف نتواصل معاك. طب ما تعرفش أنا ارتحتلك إزاي؟ وبالذات سارة، ده شكل سارة هترجع تمشي تاني على إيدك. تمام. وبيروح مديها الرقم وبنروح ماشيين. وبعد شوية بنوصل الشقة. سارة بحدة: إيه اللي انت عملتيه واحنا ماشيين من المركز ده يا ماما؟ ازاي تطلبي من الدكتور رقم التليفون بتاعه؟ انت ما عملتيش كده مع دكتور عماد، مش غريبة شوية؟ لا يا حبيبتي مش غريبة، ما غريبة الا الشيطان. وريت بعد كده ما تركزيش معايا، سمعتي ولا لا؟ بعدين انا عملت معاه كده عشان ما يحصلش معاه زي ما حصل مع عماد، ونعرف نوصل له في اي وقت. وانا مش عاوزة الدكتور يوسف ده، شوفي لي دكتور تاني غيره، وبالذات اللي انا ما استريحتش معاه وحاسه ان هو مش فاهم زي الدكتور عماد. سماح بحده: بقول لك ايه يا بنت انتي، انا مش بحب الدلع الفارغ ده، وانا قلت كلمه ومش هتنيها، ومحدش هيديكي جلسات العلاج الا هو، سمعتي ولا لا؟ وادخلي تخمدي، ما بقاش غير حته عيله زيك لا راحت ولا جت تقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه. واول ما بتقول كده بروح داخله وانا عماله اعيط، واول ما بدخل الموبايل بتاعها بيرن برقم علاء. سماح بضيق: هو انا ناقصه هو كمان؟ وبتروح فاتحه: بنتك نامت ولا ايه؟ انا قاعد تحت ومستنيكي عشان ترني عليا عشان اطلع لك. سماح بضيق: بقول لك ايه يا علاء، انا مصدعه ومش فاضيالك، خليها يوم تاني. كلام ايه اللي بتقوليه ده؟ ده انا عامل حسابي ان السهره صباحي ومش هخرج من عندك النهارده، انت جايه تقولي لي كده؟ ولو على الصداع هجيب لك حبوب مسكنه، هتعمل لك دماغ قوي. انا طالع، وانا قلت لك عايزه انام، مش عايزه اقعد مع حد النهارده، انت ما بتفهمش ولا ايه؟ كلام ايه ده يا سماح؟ وانا عملتلك ايه؟ ده انا عملتلك كل اللي نفسك فيه، واديت علا علقه موت، ما متلقحه عند امها اهي، وفي الاخر انت جايه تقولي لي كده؟ طب خلاص اطلع، ومش عايزه زن. وفعلا اول ما ماما قالت له كده راح طالع ليها: ادخل على الاوضه بسرعه، مش عايزه البت تشوفك. وبعدها بيدخل الاوضه وبيقول: ايه يا عمري مالك؟ مين اللي مصدعك؟ انت ما تعرفيش انت وحشاني قد ايه؟ ولسه جاي عشان يقرب منها بتروح بعدها عنها: مالك في ايه؟ مالك جامده كده ليه؟ وفي ايه بالظبط النهارده؟ مفيش، بس انا بصراحه كده مش بحب اللف والدوران،
أنا مش عاوزاك تجيلي هنا، أنا مش ناقصة حد يشوفك وأنت معايا واتشبه معاك وياريت رقمي يتمسح من عندك. الله 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 الله، ده إيه الكلام اللي أنت بتقوليه ده؟ ومن إمتى أنت بتعملي حساب لحد؟ أنا كده فهمت الحكاية فيها إنها مش موضوع خايفة ومش خايفة. وأنت مالك متغيرة كده من ناحيتي ليه؟ ولا اتغيرت ولا اتنيلت. وبقولك إيه يا علاء، أنت تعمل اللي قلتلك عليه، وزي ما قلتلك كان فيه وخلص. وبصراحة كده علا صعبت عليا، مش معقولة قاعدة مستحملاك طول السنين دي وانت مش بتخلف وجاي تخونها مع مرات أخوها. بقولك إيه، ما تجيبهاش في علا، أنا كده كده طلقتها ورميت عليها اليمين، ولو مفكرة إن ممكن أسيبك تبقى عبيطة قوي. سمعتي ولا لأ؟ هسيبك النهاردة بس، وهصدق إنك تعبانة ومش رايقة. أصل أنا مش بعد ما عملت كل ده عشانك تقوليلي الكلام ده يا ماما. لا، ده أنا مستحيل أسيبك إلا بموتك. سمعتي ولا لأ؟ وبيروح مخلص كلامه وبيمشي، وفي الوقت ده بكون سمعت كل حاجة، وبروح داخلة لماما. سارة بدموع: وانت ازاي كده؟ معقولة من قلة الرجالة ملقيتيش إلا جوز عمتي؟ ويا ترى هو معاكي من إمتى؟ من وقت ما كان بابا عايش ولا من بعد ما توفى؟ ما تقولي، ردي عليا. بقولك ايه يا بنت انتي، أنا مش ناقصاكي، ما بقاش إلا انتي كمان اللي تتكلمي معايا وتحاسبيني. أنا ما قلتلكيش تخرجي من الأوضة، ايه اللي خرجك؟ هو ده كل اللي همك؟ أنا متأكدة إني مش فارقة معاكي في حاجة. على العموم أنا هكلم تيتا تيجي عشان تاخدني، عشان ما انتش طايقة أقعد معاكي في بيت واحد. سمعتي ولا لأ؟ وفي الوقت ده بتروح ضرباني ماما بالقلم وبتقول بحدة: على الله اسمعك تنطقي اسم ستك في البيت هنا. سمعتي ولا لأ؟ وعلى الله حد يعرف باللي سمعتيه سامعة وفاهمة ولا لأ؟ في الوقت ده ببصلها بصدمة وبروح داخلة على جوه، وأول ما بدخل بتروح ماسكة التليفون وتكلم الدكتور يوسف. سماح بخبز: أنا قلت أكلمك عشان تسجل رقمي، أصل أنت صعبان عليا اللي أنت قاعد يعني في سكن لوحدك كده. ساعتها الدكتور يوسف قال لها: مش عارف والله، ومين حضرتك؟ مين معايا؟ أنا مدام سماح يا دكتور، أم سارة اللي جت عندك المركز عشان تعمل العلاج الطبيعي. أنت نسيت ولا إيه؟ لا لا، ملكش حق تنساني، ده أنا كده أزعل قوي. أهلا وسهلا يا مدام سماح، إزاي حضرتك؟ يا ترى سارة عاملة إيه دلوقتي؟ سارة ما شاء الله عليها، من ساعة لما رجعنا من المركز وهي عمالة تشكر فيك وتقول يا ماما الدكتور يوسف ده واضح إن مفيش منه خالص، وشكلها هترتاح على العلاج بتاعك قوي يا دكتور. إن شاء الله ربنا يجيب الشفاء من عنده. حضرتك بقى كنت بتقولي إيه في الأول؟ كنت بقول يعني اللي أنت صعبان عليا، اللي أنت قاعد لوحدك كده في السكن من غير ما حد يونسك. وأنت ليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي يا دكتور؟ أبدا، أصلي ما لقيتش اللي ترضى بيا وكده. لا لا لا، ما تقولش كده. معقولة مش لاقي اللي ترضى بيك؟ طب ده أنا كنت فاكرة إنك هتقولي إن مفيش واحدة مالية عينك، يعني دكتور وسيم كده وزي القمر وطول بعرض ما شاء الله عليك، أكيد يعني اللي تحبه مليون واحدة، بس هو أكيد مش هتعجبه أي واحدة. والله كده أو كده في كلا الحالتين أنا مش عايزة أتجوز دلوقتي، أصل يعني اللي هتتجوزني هتبقى أمها داعية عليها. اللي بس بتقول كده يا دكتور؟ طب دي مامتها هتبقى راضية عنها قوي، كل الرضا كمان. والله يا مدام سماح كله بأوانه، ولسه النصيب مجاش. إن شاء الله يا دكتور، أنت نصيبك يبقى أحسن نصيب في الدنيا، بس أنت بس أصبر. المهم أنا قلت أشوفك لو محتاج حاجة، أنا عارفة إنك غريب مش من هنا. كمان عرفت دي؟ طب عرفتيها إزاي بقى مدام سماح؟ أنا ما قلتلكيش عليها. لا بقى، دي أنا سألت عنك وعرفت كل حاجة كمان، وعرفت كمان إنك من اسكندرية اللي هي أحسن بلد أنا بحبها قوي. دي هي اللي بتحبك بقى، وعلى العموم انت تنوري اسكندرية لو رحتيها. بجد؟ طب خلاص، انت تعزمني على فسحة في اسكندرية، أنا هستناك تعزمني بس كده. تتأمر يا جميل. طبعا هقفل بقى دلوقتي وهبقى أكلمك بعدين، ما تنساش تسجل رقمي عندك. يلا باي. وقفلت معاه وقالت لنفسها: يا لهوي يا بنتي يا سماحة على حلاوته وجماله، وفي كده يا ناس؟ مش علاء جاته 60 نيلة في شكله. وعند يوسف قال لنفسه: واضح إنها ست واقعة قوي وشكلها صدى سهلة. طب يا ترى بقى إيه المصلحة اللي هتعود عليا منها؟
لما أشوف. وتاني يوم علاء اتصل بماما وقال لها: أيوة سماح، أنا بقالي كام يوم مش عارف أشوفك ليه، أنت كنت بتبقي ملهوفة عليا أما المرحوم ما كان عايش. اللي حصل دلوقتي إيه اللي قلبك القلبة دي؟ الله، جراه يا علاء، وبعدين معاك بقى، وانت مش ناوي تجيبها البر ولا ايه؟ انا قلتلك كذا مرة اني مش هعرف اشوفك ولا اكلمك تاني، بنتي بقت واخدة بالها، افهم بقى. يعني ايه الكلام ده سماح؟ يعني افهم من كده انك مش عايزة تعرفيني تاني؟ انا على فكرة بحبك، مش هقدر استغنى عنك ابدا، انت عارفة كده كويس. لا يا حبيبي، الكلام ده كان زمان وخلص، انا مش امك ولا خلفتك ونسيتك عشان تقولي الكلام ده. واسمع بقى، انت اخر مرة تتصل بيا هنا، انت سمع ولا لا يا راجل انت؟ وقفلت في وشه السكة، وهو قال لها: ماشي يا سماح، الموريتك ما بقاش انا علاء. وقعدت ماما تتصل بيوسف وقال لها: هو احنا كل يوم هنقضيها تليفونات ولا ايه؟ جرايه جميل، وانا مش هشوفك ولا ايه؟ بجد نفسي اشوفك قوي. سماح بفرحة: بجد يا يوسف انت عايز تشوفني؟ ده انا مبسوطة قوي انك عايز تشوفني، ما تعرفش انا مبسوطة قد ايه. خلاص يبقى تيجي عشان اشوفك. هاجيلك؟ طب حاضر، انا هقوم البس هدومي واجيلك على طول دلوقتي حالا يا يويو. بقولك ايه، مش عاوز حاجة اجيبها لك معايا؟ قولي، اطلب اي حاجة ان شاء الله عينيا. اقولك الصراحة يا موحة، انا ما اكلتش من الصبح، ما عنديش اكل في البيت خالص. يا قلبي، ده انا هجيب لك كل الاكل اللي انت نفسك فيه، انا جايه لك حالا دلوقتي مسافة السكة. وبعدها نزلت سماح وراحت جابت اكل كتير، وجابت فاكهة وحلويات، وراحت على يوسف وقال لها: ايه ده ايه ده ايه ده، ايه القمر اللي نور عندي ده؟ ادخل يا جميل، طب خد الحاجات دي كلها وتعال عشان تاكل. ايه كل الحاجات دي يا موحة؟ تعبتي نفسك ليه؟ وانا هاكل كل ده؟ وماله يا يويو، كل مطرح ما يسري يمري يا عمري، كل بالهنا والشفا. واكل يوسف الاكل، وفضل السماح بصاله قوي، هو كان عمال ياكل، وقال لها: انت هتفضلي باصه عليا كده؟ ما تاكلي معايا ولا انا هفضل اكل لوحدي بقى؟ بصراحه كده اصلي بحب اتفرج عليك، اصلك حلو كده وزي القمر وانت بتاكل، شكلك بيفتح نفسي. الصراحه مفيش قمر غيرك هنا يا موحة. بقولك ايه، ما تيجي ندخل جوه، عايزه اقولك كلمتين سر كده بيني وبينك. يلا بينا. ودخلت معاه اوضه النوم، وعدى اليوم ورجعت البيت، وانا قلت لها: انت كنت فين يا ماما؟ وانت مالكيش بيت ولا ايه؟ انت مفروض ليكي بيت وبنت، انت عايزه الناس تقول عليكي ايه؟ لما صدقت ان جوزها توفى وهي دايره على حل شعرها. في الوقت ده ماما ضربتني بالقلم وقالت: خلاص يا بنت انت ما بتفهميش ولا ايه؟ عيب كده، وياك اسمعك بتقولي كده تاني ولا تطولي لسانك عليا تاني، والله لأقطعهولك من لغلوغه. انا حرة اعمل اللي انا عاوزاه، ومحدش لي حاجة عندي، ماشي؟ قالت كلامها وسابتني ودخلت اوضتها، وانا فضلت اعيط، واتصلت بتيتا وقلت لها: انا عايزاكي تيجي تاخديني يا تيتا، انا عايزة اجي اقعد عندك في البيت. اهدي يا سارة يا بنتي، اهدي، انا هجيلك عشان اخدك يا حبيبتي. حاضر، بس اهدي، هي امك عملت لك ايه بس؟ وبعد شوية جت جدتي وقالت لماما: ده اقول لك ايه يا سماح، انا هاخد البت معايا، دي بنت ابني وانا اولى بيها، وهي مش عايزة تفضل معاكي وعايزة تيجي معايا انا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت عاوزة تاخدي بنتي مني ولا ايه؟ ايوه هاخدها، وهي عاوزة كده، وياك اسمع صوتك يا سماح، انت سامعة ولا لا؟ يلا يا سارة يا حبيبتي، هاتي هدومك ويلا بينا يا بنتي. ومشيت انا وتيتا، وماما فضلت تنفخ وكانت متعصبة، واتصلت بيوسف وقالت له: ايوه يا يوسف، انا عايزاك تيجي دلوقتي، عايزة اشوفك، انا تعبانة قوي ومحتاجالك. في بس يا حبيبتي؟ مالك؟ مين اللي زعلك يا جميل؟ في حد زعل القمر بتاعي؟ على العموم انا جايلك حالا اهو يا قلبي. وقفل معاها يوسف وراح عندها البيت، وفجأة لسه يوسف دخل عندها وشاف منظرها اتخض وقال: سماح، مين اللي عمل فيكي كده؟ سماح، ردي عليا، مين اللي عمل كده فيكي؟ في الوقت ده كان في حد قضى على ماما وذبحها من رقبتها، ودخلوا الجيران وشافوا يوسف وهو بيصرخ، وقالوا: انت اللي قضيت عليها؟ قضيت عليها ليه؟ ليه قتلتها؟
اتصلوا هاتوا البوليس بسرعة، حد يجيب البوليس والإسعاف يا جماعة، يلا بسرعة. وفعلا اتصلوا بالإسعاف، والبوليس جه وأخد جثة سماح على المشرحة. ويوسف وقف قدام الضابط وقال له: قتلتها ليه بالطريقة دي؟ اتكلم يا دكتور. أنا ما عملتش كده والله يا فندم، وصلت عندها لقيتها بالمنظر ده، أنا معرفش مين اللي عمل فيها كده، صدقني يا فندم. انت هتستهبل ولا ايه؟ الناس والجيران شاهدوا اللي كنت معاها في البيت، انت كده متلبس بالجريمة. ازاي بقى ما عملتش حاجة؟ امال مين اللي عمل كده؟ بعدين انت كنت رايح عندها ليه؟ انا حضرتك الطبيب المعالج لبنتها سارة اللي انا بعالجها، لانها قاعدة على كرسي متحرك، وكنت هناك بحكم اني رايح اعالجها. هو انت اصلا متعود انك تروح لها البيت تعالجها في البيت؟ يوسف اتوتر وقال: لا مش متعود ولا حاجة يا فندم، ودي كانت اول مرة اروح لها فيها. أنا بس كنت رايح عشان سارة كانت تعبانة شوية، وكانت قايلة لي أروح لها عشان مش هتقدر تيجي المركز، وأمها اتصلت بيا وقالت لي أروح لها عشان هي مش هتقدر تيجي المركز. يعني عايز تفهمني إن أنت كنت رايح تعالج بنتها، ولما مدام سماحة اختلفت معاك قضت عليها؟ يا فندم والله ما عملت فيها حاجة، أنا هعمل كده ليه؟ أنا عمري ما أعرف أذي حد، أنا هعمل كده ليه بس؟ يا عسكري تعال خده من هنا يلا. وفي اللحظة دي كنت مطلوبة للشهادة، والظابط قال لي: الدكتور يوسف قال إنك كنت تعبانة، عشان كده والدتك اللي هي المجني عليها اتصلت بيه وقالت له يروح يعالجك هناك في البيت. سارة باستغراب: بس أنا أصلا ما كنتش في البيت، أنا كنت عند جدتي. يعني أنت ما كنتيش في البيت أصلا؟ مال والدتك اتصلت بالدكتور يوسف ليه؟ تفتكري كان في حاجة بينهم ولا إيه؟ معرفش يا فندم، معرفش. في الوقت ده انهارت من العياط، قلت له: أنا تعبانة قوي، أرجوك أنا عايزة أمشي بعد إذنك. ومشيت من عند الضابط وأنا كنت منهارة ومش عارفة ليه ماما حصل معاها كده. وتيتا قالت: شدي حيلك يا حبيبتي، ما تزعليش نفسك يا بنتي، أمك هي اللي وصلت لنفسها لكده، الله يسامحها بقى يا سارة. طب هي كانت بتعمل كده ليه يا تيتا؟ ده بابا كان عايز يجيب لها حتة من السما، ما كانش مخليها نفسها في حاجة. وفضلت التحريات شغالة عن يوسف وعن الناس اللي كانت داخلة بيتنا في يوم الحادثة، وشافوا في الكاميرات علاء جوز عمته علا، وسألوا عليه، عرفوا إن هو قريبنا واتقبض عليه. وجاء قدام الضابط وقال له: أنت كنت بتروح لسماح البيت ليه؟ عادي يا فندم، أنا كنت بروح بحكم اللي إحنا قرايب، بس المدام بتاعتك قالت إنك مطلقها من فترة، يبقى أنت كنت بتروح لها ليه؟ وهم خلاص ما بقوش قرايبك. أنا كنت بروح أشوف سارة. اعترف يا علاء، قتلتها ليه؟ الكاميرات جابتك وانت داخل العمارة قبل ارتكاب الجريمة وبعد ارتكاب الجريمة، يعني انت اللي لابسها. اعترف، عملت فيها كده ليه؟ في اللحظة دي انهار علاء واعترف بكل حاجة، وقال له: في اليوم ده كانت مطنشاني لاني كنت بحب سماح، وكانت معوداني ان هي تبقى دايما معايا، وكانت خلاص ما عادتش بتسأل فيا. ولما رحت لها قالت لي: انت ايه اللي جابك؟ بقول لك ايه يا علاء، امشي من هنا دلوقتي عشان انا مستنيه ناس جايالي، يلا امشي. مستنيه عشيقك مش كده؟ ماشي يا سماح، بس انا مش هسيبك تروحي مني ابدا لان انت بتاعتي. امال ايه؟ انت فاكره ايه؟ ده انا خلصت على جوزك عشان ابقى معاكي، تقوم انت تسيبيني عشان الواد الدكتور ده انا اشرب من دمك ومن دمه. ايوه انا مش عايزاك يا علاء، يلا بقى غرفة 60 داهية من هنا، لاني بجد مش عايزاك ومش طايقاك ولا عايزة اشوف وشك تاني قدامي. بس انا مش همشي يا سماح قبل ما اصفي حسابي معاكي. انت عارفة انك انت السبب في اللي انا طلقت علا مراتي، ودلوقتي انا مش هسيبك. انت عايز مني ايه يا علاء؟ بقولك انا ما عندش طايقاك، انت ايه ما بتفهمش ولا ايه؟ ويلا امشي قبل ما الم الناس عليك وقول لهم انك بتتهجم عليا، وساعتها هيوروك شغلك. لا 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 لا، اهدي كده يا قلبي، ده احنا لسه في حساب ما بينا، انا مش عايز صوتك يطلع عشان نتكلم مع بعض بهداوة وبالراحة كده. انت عارفة ان انا مش عايزة اذيكي. سماح قالت له بدلع: كده برضو يا علاء؟ انت ممكن تأذيني ولا ايه؟ ده انا حبيبتك، ده انا عمري ما كنت بحب حد قدك ابدا. الكلام ده تضحكي بيه على الواد الدكتور بتاعك، مش عليا انا. خلاص شفتك على حياتك، انا مش هيضحك عليا تاني يا سماح. طب وانا هصوت دلوقتي وهلم عليك الناس والجيران كلهم هيجوا دلوقتي. وعلاء طلع السكينة من هدومه وقال لها: مش هتلحقي يا سماح، وقضى عليها وفضل يعيط جنبها.
وقال لها: ليه كده يا سماح؟ ليه كده يا حبيبتي؟ ده أنا عمري ما حبيت حد غيرك. وفضل يعيط شوية، وبعدها طلع يجري هو مخبي السكينة. وبعدها وصل يوسف والناس اتهمته هو. داك يعني انت اللي قضيت على جوزها كمان عشان خاطر تبقى معاها، هي لما سابتك وراحت لواحد تاني خلصت عليها هي كمان. انا مش عارف اقولك ايه، انت اللي زيك الاعدام فيه مرة واحدة ما ينفعش، انت عايز تتعدم 100 مرة. حسبي الله ونعم الوكيل فيك انت وهي. وبعدها اتسجن علاء واتلف حوالين رقبته حبل المشنقة عشان اللي عمله في امي وابويا، انه قضى عليهم هما الاتنين. واللي حصل لامي كان جزاء من جنس العمل، انها كانت بتعمل حاجات صعبة قوي وكان صعب انها تمر من غير ما تاخد جزائها. وانا عشت مع جدتي وكملت جلسات العلاج الطبيعي، ودلوقتي انا بمشي على رجلي الحمد لله. وبكده تكون خلصت الحكاية. نشوفكم في قصة جديدة، وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة.